يا جماعة يا ريت نخلي بالنا. بحذركوا تاني 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 يا ستات البيوت المصرية ويا بنات البيوت المصرية، اوعوا تروحوا لأي شيخ. ده مش شيخ، ده بيبقى دجال او اي او على النت. حتى في دجالين بقوا على النت دلوقتي عادي، ولا اي موقع تقروا من عليه حاجة تنفذوها. مفيش حاجة اسمها ادعية لجلب الرزق او لجلب الحبيب او لأي حاجة. او اكتبي على ورقة او اشربي دي واقري عليها كذا، او بلي الورقة دي في مية واشربيها. يا جماعة خلي بالكوا، الحاجات دي بتجيب نتيجة عكسية وبتضر الناس اكتر ما بتنفعها. ما فيهاش نفع اساسا، النفع من عند ربنا وحده. كلام السحر والكلام ده خلاص يا جماعة، خلص وقته من زمان جدا. دلوقتي كل اللي موجود دجل وشعوذة. يعني اللي تروحي لها الشيخة، اللي تروحي لها وتقولك اقري دي ولا اشربي دي لجلب الحبيب ولا عشان تتجوزي ولا اي حاجه، ما كان القرد نفع نفسه يعني. هي ما اتجوزتش ليه؟ تمام. اللي تروحي له ويقولك هاتي رجل فرخه ولا دين معزه ولا هاتي ورقه واشربي ميتها عشان ربنا يكرمكم برزق ولا بشغلانه ولا ما كان القرد نفع نفسه برضو حضرتك يعني. ماشي. فيا ريت ما نصدقش كلام حد، ويا ريت نخلي بالنا كويس. يا ريت نلتزم بصلاتنا، نقرا قرآن، نتصدق، نطلع زكاة. تمام. فمش اي حد يقول لنا حاجة نصدقها، سواء على النت، فيس، يوتيوب، اي مواقع على النت مكتوبة، مش اي حاجة نقراها يا جماعة. يا ريت نخلي بالنا. طبعا كلامي موجه لكل الناس، بس الستات والبنات اكتر، لان هم ليهم في الحاجات دي اكتر. يا ريت نخلي بالنا يا جماعة كويس جدا جدا جدا. الحاجات دي بتتقلب لنتيجة عكسية في الاخر. ممكن يكونوا هم قاصدين ان هم يقولوا حاجات غلط عشان تفضلوا تترددوا عليهم وتفضلوا تروحوا لهم او تفضلوا تسمعوا لهم، او بدل ما شفتوا لهم فيديو تروحوا بعتوا لهم فلوس وعشان يعملوا لكم حاجات خاصة. يا ريت يا جماعة نبطل كل دي حاجات عشان ياخدوا هم فلوس من وراها ويسترزقوا من وراهم. بس يعني فلوسهم دي يعني للأسف حرام. فيا ريت احنا نخلي بالهم وما نديلهمش المجال ان هم يخشونا ويقتحمونا وينتشروا او يتشهروا. يا ريت نخلي بالنا كويس يا جماعة، وربنا يحفظنا كلنا ويسترها علينا كلنا.